السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل عام وانتم بألف خير وبصحة وبسعادة. ربنا يجعله عيد أضحى مبارك عليكم يا رب، وربنا يتقبل منكم. وإن شاء الله السنة الجاية تكونوا على عرفات بإذن الله، ونكون صحبة كده جميعا يا رب. أول حاجة عيد أضحى مبارك يعني عيد فتة. الفتة دي طعمها وطريقتها مفيش أسهل منها، بس في ناس كتير بتتلخبط في تكات بسيطة هعرفها لكم حلوة قوي، وهي دي اللي بتفرق في الطعم وبتدي الطعم حاجة تانية وبتكون خرافة. تابعوني وخلوكم معايا عشان أعرفكم على حاجات بسيطة جدا تتعمل، هتفرق معاكم في الفتة وبتكون طعمها حلو جدا. ولو بنوتة أول مرة هتعرف عشان نشوف الطريقة. أول حاجة هحط كده معلقة زبدة كبيرة على النار، ومعاها معلقة زيت صغيرة، علشان خاطر الزيت بيمنع ان الزبدة تتحرق على النار. دي خطوة مهمة نعملها. هتحطي زبدة يبقى لازم معلقة زيت معاها. وهنزل معاها كده بتوم، يعني حوالي 3 روس من التوم متقشرين، او لو مفرزاهم التوم ده انا مفرزاه. وتابعوا فيديو تفريز التوم خطير، تحفة جدا، ومش هياخد معاكي اي لون ولا هيجراله اي حاجة. المهم أنا هابتدي أحمّر التومة بتاعتي على النار لحد ما تاخد اللون الدهبي الفاتح، ما نغمّقهاش عشان ما تدّينيش طعم المرارة وتبقى مش حلوة. تاخد لون كده دهبي حلو، وبعدين بعد ما تاخد اللون الدهبي ده، هننزل معاها بمعيار من الخل قد منّه معيار من المَيّة. بمعنى أنا حطيت ربع كوباية من الخل عليها ربع كوباية من المَيّة، نُص كوباية من الخل يعني نُص كوباية من المَيّة، ده قد ده علشان ما اخلّيش الخل بتاعي يبقى جازع أوي واللي ياكل يتضايق منه. دي خطوة مهمة لازم نخلّي بالنا منها علشان تطلع معاكِ المقدار والطعم مضبوط جدًا. تمام، أنا هنا ضِفت المَيّة والخل بتاعتي وحطيت كده حوالي معلقة بس من الخل، عشان كان خلّي هنا ضعيف مش قوي. فالمهم هابتدي بقى أقلّبها كده كويس أوي، أوي. والخطوة دي بقى مهمة أوي. هنعمل إيه، أنا بعد ما أدوّب التوم مع الخل كويس على النار ويتشرب كده حلو، هابتدي آخد منهم شوية في طبق صغير واشيلهم على جنب، وهاقول لكم ده أنا هاعمل بيه إيه. بس دي خطوة مهمة عشان ده اللي هيفرق في الطعم بتاع الفتة بتاعي. أنا كده خدت شوية من الخلطة بتاعتي وهاركنهم على جنب، وبعد كده هابتدي أكمّل شغل التسبيكة بتاعتي اللي هي الصلصة بالخل والثوم. أنا كده خلاص تمام. هابتدي أضيف الطماطم بتاعتي اللي أنا مصفياها كويس جدًا من القشر والبذر بتاعها، عشان ده طبعًا بيفرق في طعم الأكل وبيخلّي شكل الصلصة ما بتبقاش حلوة، لازم نصفيها كويس من القشر بتاعها والبذر. وهابتدي بقى إيه، أنا كده خلاص ضفتها، هنحط لها ملح وفلفل أسمر بس، ما فيش أي بهارات تانية علشان ما نغيّرش طعم الفتة بتاعتنا. وعلى أبعد عين على البوتاجاز هنحط الصلصة تتسبك على ما نجهّز الخطوات التانية. هنا أنا حطيت شوية زيت مع شوية زبدة، وهابتدي أحمّص العيش بتاعي. أنا استخدمت هنا عيش شامي، لإن العيش هنا الطعم بتاعه بيفرق ما بين كل نوع عيش. يعني العيش الشامي طعمه غير العيش البلدي بتاعنا بتاع الفرن، ده بيدّي طعم تسكيرة كده وبيبقى لذيذ جدًا. تمام، خلّي بالكم من الخطوات دي. أنا هنا هاحمّص العيش بس مش هاخلّيه ياخد اللون الغامق، لإنه بيغمق بسرعة ويخدعني فهيتحرق. طلّعيه لونه فاتح شوية وسيبيه، هتلاقيه لونه بيتغيّر مع درجة الحرارة اللي موجودة فيه. خلّي بالِك من النقطة دي، ما تسيبوهوش على النار لمّا يغمق، عشان هيتحرق منِّك وطعمه برضه مش هيبقى كويس. أنا طلّعته لونه دهبي فاتح، على ما هاركنه وعلى ما هاطلّع آخر حبّة هتلاقيه يغمق معايا، لإن العيش بيخدعِك وبيتحمّر بسرعة جدًا. خلّي بالكم من النقطة ديّة. تمام، بُصّوا آخر شوية طالعين عاملين إزاي، كانوا غمقوا بس طعمهم كان حلو على فكرة مش ممرّر. هابتدي بقى بالطبق الفتة اللي هو على طريقة حماتي. أنا هنا هاستخدم عيش طري مش عيش ناشف ولا أي حاجة، لإن أنا هابوّشه في الشوربة. أنا استخدمت هنا حوالي 3 رغيفة من العيش البلدي بتاعنا، قطّعته مكعبات، وهانزل عليه بالشوربة بتاعتي. وطبعًا الشوربة تبقى سخنة، وهاكون مولّعة النار على طبق الفتة. يعني هنجيب صينية كده حلوة ونحط فيها العيش بتاعنا مع الشوربة، وتكون النار والعة تحتيه. دي خطوة مهمة، مش هنشتغل على البارد. تمام، وهابتدي كده أقلّب العيش بالشوربة كويس لمّا يبتدي يبوش، وهانزل بقى بالتوم اللي أنا شايلاه على جنب ده، أرُش كده منه معلقتين على العيش. ده بيدّيك طعم حلو أوي، بيخلّي كل معلقة بتاكليها من الفتة فيها طعم الخل والثوم. وهاكون عاملة رز أبيض كده طبعًا مفلفلاه على جنب، وهابتدي أنزل بالشوربة عليهم، وهابتدي أقلّب العيش
العيش والرز مع الشوربة وهُم على النار، دي خطوة مهمة ركّزوا فيها، لحد ما العيش والرز يتجانسوا كده كلّهم مع بعض وما يبقوش باينين من بعض، تمام، وكل ما هاحس إن الشوربة نشفت منّي هازوّد لها شوية شوربة. أنا كده الشوربة عندي على فكرة خلاص بقت جاهزة، هاحط لها بقى إيه رشة تومة كده خفيفة، وهارجع أحط بقى أرُش الصلصة اللي إحنا سبّكناها بالخل والتوم دي، هتتحط على الوش، وتبقى الفتة بتاعتي كده جاهزة وتمام أوي. أنا باعملها بالصلصة لإن أنا باحب وولادي بيحبوا الصلصة، أنا عندي حماتي بتحب تعملها وتحط على وشها اللوبيا، عارفين اللوبيا اللي إحنا بنعملها بالصلصة بتحطها هي على وشها اللوبيا، فأنا عملتها بالصلصة الصراحة عشان أنا كل الأولاد عندي بيحبوا الصلصة ما يحبوهاش باللوبيا. الطبق ده بقى أنا باعمله ليّا أنا، لإن أنا باحب العيش المحمص مع الرز كده طبقات، بتبقى تحفة جدًا. هاحط طبقة رز، ده بقى على البارد مش هاولّع نار ولا أي حاجة، لكن الرز عندي سخن وكل حاجة سخنة والشوربة سخنة، فمش محتاجة إن أنا أولّع النار، وهارُش كده رشة عيش من اللي أنا حمّصته، وهاحط بقى عليهم كده معلقتين من الخل والثوم، برضه عشان كل معلقة تاكليها يبقى فيها طعم الخل والثوم تبقى حلوة، ورشة شوربة صغيرة جدًا، أنا مش عايزة العيش بتاعي يبوش، يبقى محتفظ بالقرمشة بتاعته، تمام، وهاحط طبقة رز تاني وبعد كده هانزل عليها من فوق بشوية توم وصلصة وخل، تمام، أنا كده طبقين الفتة بتوعي جهزوا، وهنرص بقى عليهم اللحمة من فوق مع شوية عيش محمصين على الوش، وهتاكلوا أحلى طبق فتة، طبق سريع وسهل جميل جدًا، طبعًا كلنا ما بنستغناش عن الفتة دي في العيد، لازم ال4 أيام طبق الفتة بيبقى موجود على السفرة. جرّبوه وإن شاء الله هيعجبكم، وجرّبوا الفتة اللي على طريقة حماتي هتعجبكم جدًا بإذن الله، وأتمنى ينول إعجابكم، جرّبوها وقولوا لي رأيكم فيها إيه، ده كان طبق طبعًا أول يوم العيد الفطار، أتمنى يعجبكم وأتمنى تجرّبوه إن شاء الله، إن شاء الله، انتظروني قريب هاعرّفكم كان سبب تأخيري إيه، وهاقول لكم المواقف اللي حصلت لي، حصلت لي مواقف كتير جدًا، جزء منها يعني مش كويس، لكن الباقي الحمد لله، الحمد لله فضل من ربنا عز وجل، حلو أوي وحاجات كتير اتغيّرت عندي، أتمنى إن شاء الله تشاركوني فيها، أنا باحبكم جدًا، كل سنة وأنتم طيبين، ويعود ربنا عليكم بالخير يا رب كده، وأعوام، وأعوام، وأعوام كتير جدًا من الأعياد تيجي عليكم بالخير والبركة، كل عام وأنتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.